مرحبا بكم نسكن في قناتكم الرياضية التونسية. عركة كبيرة برشا ما بين سمير الويفي وحاتم طرابلسي. تدوينة غير متوقعة. تاريخ الكل عندي هذا اللي قاله سمير الويفي باش نقرأ بعضنا إلا تدوينة كاملة متاع سمير الويفي بسبب كذا الترجي التونسي. حرب إعلامية بين الصحفي سمير الويفي واللاعب السابق حاتم طرابلسي. كتب سمير الويفي قصة حزينة. أسوأ كوبل هو لا جهل ولا فلوس حين يجتمعان في شخص يدمران حياته. وأقوى مثال ودرس هو لاعب تونسي سابق بمجرد أن احترف في الخارج وبدأ يذوق طعم الثروة كان مثل اللي جاته نعمة ولم يشكر، خرج منها دون أن يشعر، فقد فلوسه وأهدر ثروته في الفسق والرذيلة والمخدرات والموبقات، طلق أم أطفاله مضحيا بحبها وشقائها، خوف معه زمن الفقر وارتمى في أحضان غيرها وأصبح يكفر بالنعمة، ففشل في امتحان حياته، خسر كل شيء، سمعته وصورته وثارته واحترام الناس ليه، وانتهى به الوضع إلى التسول. وظيفة محلل في قناة تونسية، كان يركب في التاكسي ليصل إليها بعد أن كان يتباهى في الطرقات والشوارع العاصمة بأغلى سيارة في تونس، لكنه لم يتحمل السقوط الموجع من القمة وأصيب بحالة اكتئاب حادة بعد ما خسر كل شيء في التمتع بكل أنواع الملذ. ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه ادعى التدين وأصبح سلفي بربع اللحية ليتسوى العمل في الخليج، حيث أشفقوا عليه وأنقذوه من العودة إلى الفقر في قناة خليجية كبيرة، وأصبح يفتعل في البوز في تونس لتنشيط اسمه بإثارة الفتنة والتحريض على الكراهية، وهو اليوم يمثل درس في عواقب الفسق والرذيلة ونتائج العلاقة بين الجهل والفلوس.